السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة وبعد نهاية ذهاب دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد بنتيجة 2-1 بهدفين بيرسي تاو وكهربا، وهدف الوداد عن طريق سعد أبو هرة. ف نتيجة غير معبرة عن أحداث وسير المباراة تماما. الأهلي كان أحسن، الأهلي كان أخطر، الأهلي هو اللي كان مستحوذ أكتر، اللي كان ماسك الكرة أكتر، هو اللي كان عامل أحسن أداء في الأرض الملعب. لكن النتيجة خلصت 2-1، نتيجة مقلقة، وزي ما شفنا ان زي ما الناس كانت كلها بتقول. بس انا في نقطة قبل ما اتكلم عنها، فقبل ما اتكلم عن المباراة والاهداف الاهلي اللي ضاعت والكلام ده كله، انا عايز اتكلم في نقطة واحدة بس، اللي هي نقطة الناس متسخرة ان الاهلي رايح هناك يتظلم، وتمهيد لفكرة الشماعات اللي هنوريها، الخيارات اللي هنقدمها قدام اللعيبة عشان خاطر يختاروا واحدة دي يقولها لنا بعد المباراة. منها طبعا فكرة ان احنا رايحين هناك هنتظلم، رايحين هناك هتعمل علينا مؤامرة، الحاجات دي كلها زي ما احنا شفنا في الاعلام وفي السوشيال ميديا اخر فترة. بالله عليكم نركن الحتة دي، بالله عليكم خلاص. ما نتكلمش في اي حاجة، نتكلم بعد المباراة الجاية لو حصل حاجة نتكلم، كان ما نتكلمش من دلوقتي، ما نهيئش للعيبة ان في مبررات. انا مش عايز ادي للعيبة اي مبرر، انا عايز اللعيب ينزل يقدم اللي عنده، يقدم 100% من مستواه، يقدم 100% من اللي جواه. عايز اشوف لعيب بيقاتل على التيشيرت ده، بيعرق، بيبذل اقصى جهده في المباراه. انا مش عايز اخلي اللعيبه تلعب وهي مرتاحه، وان هي تبقى عندها مبرر زي ما شفنا، زي ما عملنا السنه اللي فاتت، لسه السنه اللي فاتت اهو في النهائي، لما رحنا هناك وكنا اتظلمنا ان هم اختاروا ملعب مركب محمد الخامس، واللي هنلاعب الوداد عليه من ماتش واحد، وازاي ومش ازاي والكلام ده، والاهلي اتظلم وكده وكده زي ما شفنا، والحكم اللي اخر ماتش ليه بنمهده. مش عايزين نعمل كده، عايزين ندعم اللعيبه، ناخد الاسبوع ده لحد يوم الحد الجاي ان شاء الله ما بنعملش حاجه غير ان احنا بندعم اللعيبه، احنا سبورت للعيبه. مش عايزين نعمل اي حاجه من ان احنا ننتقد ونقول اللي هيحصل فينا هناك وايه اللي هيسووه لنا الوداد ولقجع والكلام ده كله والجمهور وكده. الجمهور، انا اللاعب المفروض خلاص اتعود. كم مره اخر سنتين ولا ثلاثه لاعب الوداد والرجاء؟ انا لو رحت وشفت المنظر بتاع السنه اللي فاتت يبقى اللعيبه دي تتفور، اللعيبه دي تتفور، ما لهاش حاجه تاني. رابع ولا ثالث سنه لاعب الوداد في في مركب محمد الخامس، وبقى لقى نفس القلقه، واطلع اقول الجمهور وشوف الجمهور واتفاجئ من الجمهور. طب ما هي ده، احنا بنعمل ريبيت لكل سنه، الاهلي والوداد في المركب محمد الخامس، نعيدها السنه اللي بعدها ونعيدها ونعيدها ونعيدها. احنا السنه اللي وقعت مننا في النص كانت 2020 عشان خاطر كانت من غير جمهور، لكن غير كده احنا بنعمل ريبيت للاحداث. بنلاعب الوداد في بره ارضنا، مش ده موضوعي، بس احنا بقالنا فتره بنلعب الوداد بره ارضنا، وبنشوف الجمهور، بنشوف الدخلات، بنشوف الزخم بتاع الجمهور والكلام ده كله. ولسه السنه اللي فاتت انا لاعب فيها كام لعيب من اللعيبه دي، اغلب كل اللعيبه ما كانش، معظم اللعيبه ما كانش كلهم كانوا لسه في الاجواء دي السنه اللي فاتت. قدام مروان عطيه هو بس الجديد في الحته اللي قدام، بس لعب قدام الرجاء فكره مشابهه. فايه الجديد؟ هنروح برضو هنتفاجئ من الجمهور والضغط اللي بيعملوه جمهور الوداد والكلام ده كله، غير الفكره التانية اللي انا قلت عليها من الاول، اللي هم بنتكلم في حته ان احنا بنبين شماعات، احنا رايحين نتظلم، مهيئين اللعيبه اللي احنا رايحين نتظلم. وانا ليه احط فكره في دماغي؟ فكره انا رايح اكسر، انا رايح كسبان، انا جبت جون شكرا، انا مش عايز حاجه تاني. الوداد كده كده هينزل، هيبقى عايز يهاجم، عايز يبادر، عايز هو اللي يعمل الخطوره، هو اللي يبقى ماسك الكوره اكتر، طبيعي بيلعب على ارضه، دي نقطه. النقطه التانية ان هو عايز يجيب جون، هو لازم يجيب جون، هو مش 0-0 دي ما تدوهوش حاجه، هو مش متعادل معايا هنا. فاحنا دورنا ان احنا نستغل الفرص اللي ان احنا تجيلنا. في 2012 كان في ظروف اسوأ من الظروف دي، ورحنا كسبنا وعملنا ماتش على الترجي، واحد من احلى مباريات الاهلي في التاريخ، تعادلين هنا في برج العرب 1-1 بجون السيد حمدي. رحنا هناك حسام البدري عمل مباراه، والاهلي ككل عمل مباراه، حاجه تتحط في تاريخ النادي الاهلي، المباراه بتاعت 2012 دي في ورادس كان متقفل قدام الترجي. و2006 انت رايح محتاج جون، جبت الجون في الاخر. انا ليه اروح؟ انا مش رايح خسران، انا ومش عايز اللعيبه تبقى نازله اتعادل، انا مش عايز اتعادل. حطيت في دماغك ان انت اتعادلت انت كده خسرت، شكرا، انت رايح تلعب على التعادل هتخسر. انا عايز اللعيبه تبقى رايحه عينيها على المكسب، استغل المساحات اللي هتبقى موجوده بشكل اكبر من لعيبه الوداد في الماتش الجاي. لازم استغله، ولازم ما مهدش اي ادعم اللعيبه الفتره الجايه. بالله عليكم الفتره الجايه اللي نعمله اللي احنا ندعم اللعيبه،
بعد النهائي يبقى لنا كلام تاني. عن اللعيبه، انا مش عايز اللعيبه بس تبقى نازله حاطه في دماغها فكره الشماعات. انت لاعب هدفك ان انت تلعب، انا انتقد وقت ما اشوفك محتاجك انك تنتقد هنتقدك، وقت ما اشوفك محتاج تدعم هدعمك، لكن انت دورك ان انت تنزل تديني ال 100% بتاعتك، ما تدينيش ولا اكتر ولا اقل. انا عايز ال 100% بتاعتك، تثبت لي ان انت راجل. خسرت البطوله خلاص، عملت اللي عليك، دي مش بتاعتنا، دي بتاعت ربنا. طب 100% عليك، انا هدافع عنك قدام اي حد ومش هنتقدك بل هشجعك. لكن ما تلعبليش وتطلع تقول لي اصل اللي حصل والاجواء ومش الاجواء والجمهور ومش الجمهور والكلام ده كله. لا، ده مش دورك يا حبيبي، ده دوري انا. دوري انا اتكلم عن الحاجات دي، لكن انت دورك الارض الملعب، دورك النجيله، تثبت ال 100%، تدي ال 100% اللي عندك في النجيله، ولا اكتر ولا اقل. اللي حصل في المباراه ده يعني حاجه والله. انا اللي ضايقني من المباراه مش فكره ان انا طالعان خسران 2-1 وكده، لا، ان انا كنت دي نقطه ضايقتني، بس خلاص انا رايح كسبان، وانا الاهلي رايح العب بالاهلي، وهلعب في اي حته في اي ملعب هلعب وهادي نفس الاداء بتاعي، مش هيختلف حاجه. بس انا اللي ضايقني ان النتيجه تخلص 2-1. إن الاهلي كان عامل ماتش مثالي، ماتش مثالي في كل حاجه. الضغط، بنضغط من قدام وخانقين الوداد. الشوط الاول الوداد كانت مخنوقه بطريقه ما شفناش مصطفى شوبير غير في كورتين، الكره الانفراد طبعا، والكره الثانيه اللي في الاخر الفاول. غير كده احنا ما شفناش مصطفى شوبير. كنا بنضغط وبنقطع الكوره وبنعرف نرجع الكوره بسرعه. الشوط الثاني كان بان فيه مساحات اكتر، بالذات بعد الجون ان الوداد ابتدى يهاجم، واحنا مش عارف، تحس اللعيبه نزلت يعني خلاص، حست ان هي جابت الجون فخلاص هي جابت البيك بتاعت النتيجه، ولا مش فاهم ايه اللي حصل للعيبه. الشوط الثاني كان فيه مساحات اكتر، كان فيه بطء من اللعيبه، فالولاد الحمد لله ما عرفش يستغل النقط دي والهجمات. وطبعا مصطفى شوبير كان قادر يتعامل. لكن اللي ضايقني هي النتيجه خلصت 2-1، وانا كانت نفسي النتيجه تطلع 2-0 او الاهلي يزود على الاقل النتيجه. بس انت في الدقيقه 65، انت من الدقيقه 65 حمدي فتحي خلاص مات منك تماما. خلاص حمدي فتحي كان بيجر رجله في الملعب، كان جاب اخره، وشفناه في لقطه الجون. حمدي فتحي ما كناش بندور عليه، وده طبيعي ان هو كان واخد طول الماتش الخط رايح جاي رايح جاي رايح جاي رايح جاي. وهو كان بقاله ماتشين ما بيلعبش مع الفرقه وما تاهلش مع الفرقه في اخر مباراه قدام سيراميكا، فبسبب الاصابه اللي جات له. فهو كان طبيعي من الدقيقه 65 انت تسحب حمدي فتحي. وكمان الانذار برده كان محجمه، كان مش عارف يتدخل تدخلات حمدي فتحي اللي احنا عارفينها. وكنا بنشوف في بدايه الشوط مثلا اللعيبه كانت مترجطاه هو ومروان عطيه ان هم يعملوا عليهم تدخلات ويعصبوهم عشان خاطر يتكلموا ونعمل حوارات، وفي الاخر ياخدوا انذارات. فانت كنت من الدقيقه 65 تسحب حمدي فتحي وتنزل عمرو السوليه، قندوسي، قفشه، اي واحد من الثلاثه. وان كان الخيار اللي كان يبقى مفضل اكتر كان هو السوليه، عشان ادواره مشابهه لادوار حمدي فتحي. فانت كنت محتاج تعمل التبديل ده يرجعك تمسك نص الملعب تاني. وبرده كان ديانج كنا شفنا ديانج في طلوع بالكوره. ديانج في طلوع بالكوره حاجه سيئه جدا جدا جدا. ومستوى ديانج بتاع الماتش ده، يعني انا فاهم ادواره اللي هو اللعيب الوحيد اللي في الاهلي عنده قوه بدنيه بسم الله ما شاء الله جباره، وكان قادر يتعامل مع لعيبه الوداد والكلام ده كله. لكن في الطلوع بالكوره كان بيزنق اكتر من لاعب للاهلي. زنق مروان عطيه في اكتر من كوره، كان بيزنق عبد المنعم وياسر في اكتر من كوره. فده كان بيخلي لعيبه الوداد تتقدم علينا في الضغط، وان تقدموا خطوطهم يرجعوا يضغطونا من قدام، فكانت بتخليك ملقلق واللعيبه بتطلع الكوره بخوفان. فده انا لوم عليه مارسيل كولر. انا مارسيل كولر معاه قلبا وقالبا وبدعمه وكل حاجه، وشايفه ان هو مدرب محترم والكلام ده كله، لكن هو برضه عنده نقطه في تاخير التبديلات. انا كنت محتاج ابدل، كنت محتاج انعش الفريق. كهربا، مع احترامي للجون اللي جابه كهربا، بس كهربا ضيع فرص وبيضيع فرص صعبه فعلا، فرص تسهل لك الماتشات. وانا هتكلم في نقطه دلوقتي، اول حد اتكلم عنها هو دكتور ممدوح نصر الله، ان هو نقطه ان كهربا فعلا ما بيرفعش عينه، هو بيستلم الكرة وهو بص على الارض. واللي وضحت لي الفكره دي كلها في الكرة اللي لما كان حسين الشحات فاضي الناحيه الثانيه، هو كهربا شاط الكرة وهو خلاص انا عايز اشوط الكرة، انا جوه ال 18 عايز اشوط الكرة. لا، ما هي مش كده، هي مش كده. وفي كرة تاني كان حسين الشحات يلعب معاه 1 2 كعب من كهربا، او يدي الباص الناحيه الثانيه لبيرسي تاو ونتصرف. الدنيا هتسهل على الاهلي. هو اخدها رجعها ورا، مش فاكر كان لمروان عطيه ولا حمدي فتحي، بس غالبا كان مروان عطيه. فدي بتأثر علينا كتير وتبطئ اللعب كتير. انا عايز استغل فورمة بيرسي تاو وكهربا وحسين الشحات اللي هم جايبينها الفترة اللي فاتت، بان انا المهاجم بتاعي يستغل الفرص اللي هم هيقدموها له.
مش اثر عليه وضيع فرص كتير والكلام ده كله. وفعلا كهربا فكره ان هو ما بيرفعش عينه وهو اول تفكير في دماغه ان انا هسدد، هو بيجري كتير وعنده حميه وعايز يعمل كل حاجه، لكن برضو بتظل النقطه اللي بتاثر عليه هي نقطه ان هو ما بيرفعش عينه، وبتنقص منه كتير جدا من المجهود اللي هو بيبذله. وانا من الاول انا كنت شايف الماتش ده بتاع محمد شريف، انا عايز واحد جوه ال 18 اي كره هتجيله هيلطشها ويجيبها جون، ومحمد شريف في النقطه دي حاجه تحسب له. لان انا كده كده المهاجمين الاثنين المهاجمين بتوع سواء شريف ولا كهربا في الكره العاليه مش احسن حاجه، فهي مش هتفرق. هما الاثنين قريبين من بعض. ان كان كهربا مجهوده ان هو بيحرجم على كل فرصه وعنده حميه دي بتديله نقطه، لكن انا في الماتش ده انا محتاج حد يفنشني، انا محتاج اجوان. النهائيات بتتكسب اكتر ما تتلعب. انا مقدم اداء حلو، بس انا لو رحت خسرت هناك 1-0 خلاص، انا الاداء الحلو ده انا الف وارتص واعمله واشرب مقابله واشرب ميته، اعمل اي حاجه، الاداء الحلو مش هو اللي هيكسبني. انا عايز افنش الفرص اللي تجيلي. والشوط الاول كميه الفرص اللي الاهلي عملها وكميه بنى اللعب والكلام، احنا الوداد الشوط الاول ما كناش شايفينه. اي حد يبين لك ان الوداد كان ظاهر الشوط الاول ده بيضحك عليك. احنا عملنا ماتش جبار، بس انا برضو النتيجه دي مش لو خسرت هناك 1-0 انا مش هستفيد حاجه. بس انا اثق في مارسيل كولر في الماتش العوده اللي هو هيعمله، وان هو هيطلع احسن ما في اللعيبه. اتكلم بس عن كام لاعب بعد كده خلاص هنختم الحلقه. مصطفى شوبير حاجه كان في ليه لقاء زمان مش فاكر كان مع مين، بس هو في اللقاء ده قال فكره الناس بتحكم عليا بسبب الواسطه، انا رد هيجي عليهم قدام وهعرفكم كلكم مين هو مصطفى شوبير. وده شفناه النهارده، اول ماتش صعب ياخده مصطفى شوبير شفنا اداؤه، وهي دي الماتشات اللي بتطلع اللعيبه. مش ماتش سيراميكا هو اللي هيوريني مصطفى شوبير وهيخليني احكم عليه، ولا ماتش قدام سموحه، ولا ماتش قدام اي فرقه في الدوري المصري حتى لو كان الزمالك. مش ده الماتش اللي هيحكم لي مصطفى شوبير. اللي هيثبت لي واللي هيخليني احكم على مصطفى شوبير هي الماتشات دي. نهائي دوري ابطال افريقيا، استاد متقفل حواليك، هو ده اللي هيثبت لي، هو ده اللي هيبين لي معدن مصطفى شوبير الحقيقي. وده شفناه، قدر يتعامل في اغلب الكور وكان موجود، مش اي كوره بيصورها لي وبيقعد يتفرج على الكوره وهي رايحه في ال90 والكلام ده كله. شفناه في اكتر من كوره. في الانفراد كان قادر طلع فرد جسم بطريقه محترمه جدا، حاجه كده من بتاعه مانويل نوير وكورتوا. مصطفى شوبير اداء مميز، وانا من مارسيل كولر ما ركنهوش. لا احنا كده ما عملناش حاجه، كده مش هنستفيد حاجه. انا اديله الماتش الجاي، مش مديش للشناوي خالص، مع ان انا متاكد ان هنلاقي الشناوي في التشكيله، لكن انا اتمنى ان مصطفى شوبير هو اللي يلعب الماتش الجاي. وهو اثبت لي خلاص. انا يعني هو بسم الله ما شاء الله الله اكبر، يعني عمل ماتش حاجه غايه في الاحترام وحاجه غايه في الجوده. قلقني بس في لقطه واحده، لقطه الفاول اللي هو لما مسكها من مره واحده دي، يعني خلت قلبي يقع في رجليا. دي لو كانت الكره دخلت في الجون كنا خلاص مصطفى شوبير ده شكرا، ده كنا هنشوفه بعد سنه، هنشوفه قاعد على الدكه في سموحه. لكن الحمد لله ان هي ظبطت معاه، وان ثقته في نفسه ان هو يمسك الكوره دي يعني نقطه تحسب لمصطفى شوبير. وحاجه تتحد لي في الماتش ده ولسه تتضح لي قدام، ان هو اخف من الشناوي. تحس ان هو كده اللي هو بيترمي على الكوره وبيعمل ريفلكسات والكلام ده كله، هو تحس ان هو اخف من الشناوي. فحاجه محترمه لمصطفى شوبير، وتبين لك العقليه اللي جايه للاهلي، وان هو حارس مصري شاب واعد هيبقى خامه محترمه. اللاعب التاني اللي عايز اتكلم عليه هو طبعا بيرسي تاو. من كان لما الناس بتنتقده والناس كلها كانت نفسها ان بيرسي تاو ده يمشي، لواحد احسن لاعب. ما كانش هو احسن لاعب في البطوله من الاهلي، 5 اسيستات 5 تجوان مناصفه مع حسين الشحات. يعني هم احسن لعيبه في الاهلي في الكامبين دي كلها. 5 اهداف 5 اسيستات، مساهم ب10 تجوان من 26 او 28 جون الاهلي جايبهم. فده رقم محترم، رقم ما شفتهوش بقالي فتره كبيره قوي من لعيب اجنبي الاهلي جايبه. لعيب بياخد بالدولار بقالي فتره ما شفتهوش. ده حاجه كده كنا الواحد يفتكر ان هو هيشوفها في الاخره بقى ان شاء الله، ان احنا نشوف الكلام ده. حاجات ما بتحصلش، دي حاجات بنسمع عنها بس. لكن لعيب اجنبي من لعيب عالة على الاهلي، من لعيب حاجز السرير اللي في المستشفى بتاعت الاهلي، لواحد هو اللي انت بتستنى الكره تبقى في رجله. لاعب عنده ثقه. شفناه النهارده بعد الماتش طالع بيعمل للجمهور، بيشاور على التيشيرت، بيخلي الجمهور يشجع، بيحفز اللعيبه والجمهور. حاجه فعلا تحترم لبيرسي تاو. فاتمنى بيرسي تاو يكمل على الاداء ده. هو ماتش يا تاو عايزه منك، هو الماتش الجاي بتاع الوداد تبني فيه، والفرص اللي تجيلكم تفنشوها. طبعا اللعيب اللي يحتاج اي كلمه اشاده وياخدها الفتره الجايه
ولعيب سالك قوي، اسلك لاعب تلاقيه في الملعب هو حسين الشحات. الكره اللي جايه بتاع كاراكا ممكن الاسيست بتاع كاراكا كان اي حد تاني كان ممكن يأنن وهو اللي يشوط، عدى الحارس خلاص الزاويه ممكن يشوطها، هتبقى صعبه شويه لكن كان ممكن يحنكش له. احنا عارفين حسين الشحات لما بيرقص خلاص، كان العملود كان مزهقه في عيشته، وده شفناه الشوط الاول بالذات كان مقرف العملود. لكن حسين الشحات بالمستوى بتاعه اخر فتره لا، حاجه محترمه، حاجه محترمه جدا. ده حسين الشحات ده انا كنت اتفرج عليه في العين، ده حسين الشحات اللي انا كنت عايزه يجي من العين، اللي كنت اتفرج عليه مع مصر المقاصه، هو ده حسين الشحات. مش حسين الشحات اللي جالي قعد لي سنتين وكان بيقدم لي في كل سنه حاجه، كان يقدم لك لقطه في سنه مثلا بدايه فايلر، كان يقدم لك اللقطه بتاعت حسين والنقاس دي اللي قعدت فتره تتنقل. بعد كده شفنا الجون بتاع الوداد في 2020، هو ده حسين اللي انا عايز اتفرج عليه. حسين كل ماتش موجود معايا، فخامه محترمه جدا جدا حسين الشحات، واتمنى ان هو يكمل بالمستوى ده. لعيب محترم، لعيب فعلا يترفع له القبعه وتبقى مبسوط ومطمن الكوره في كل مره تبقى في رجله. اخر لاعب عايز اتكلم عليه، انا اسف، اخر لاعبين هبدا بالاول بعبد المنعم. عبد المنعم ده اسوأ ماتش انا شفته لعبد المنعم مع الاهلي من ساعه لما رجع، مستوى سيء تماما، ما شفتوش غير في لقطه واحده، وهو ده اللي دايما بيعمله عبد المنعم، ان هو لما راح اتكلم مع الحكم في لقطه ضربه الجزاء كل اللعيبه بتاعت الاهلي محترمه، اللي هو خلاص احنا الكلام اللي هيقوله الحكم هو كلام قران، احنا هنمشي وراه. الوحيد اللي بيبجح وبيقاوح مع الحكم هو عبد المنعم. غير كده عبد المنعم ما ظهرش تاني في الماتش، غلط في غلطه الجون، يعني هو ساب العملود حتى ما جريش معاه يقفل عليه الزاويه، لا يعني مش عايزك تدخل عليه تجيب بلن، بس كمل جري معاه، ما تفتحلوش الزاويه اكتر ما هي مفتوحه اساسا، سبته وخليته يتسبب في جول. لكن انا عايز عبد المنعم يرجع لي تاني، الثقه الزياده عنده، انا بطمن في الكوره في رجل عبد المنعم اكتر من ديانج وحمدي فتحي، واكتر من قفشه كمان، واكتر من اغلب لعيبه النادي الاهلي. لكن الثقه الزياده اللي عندك دي هي هتودينا في داهيه قدام، كذا كوره يتحنجل لي فيها ويعمل لي فيها واحده والثانيه والثالثه، مش عايز انا كل الكلام ده، عايزك تطلع لي بس صح. علي معلول يا جدعان، احنا هننسى اللي عمل علي معلول؟ تمام، غلط في لقطه الجون وغلط وخروجه بالكرة كان غلط، لكن خلاص ما نمسكش معلول ونخليه، يعني ما نقللش منه. معلول حاجة كبيرة جدا، وواحد احنا شفنا ادى الاهلي قد ايه، ادى اكتر من لعيبة مصرية، وكان تحس ان الاهلي ده ان هو كان بيحسك ان هو لاعب مصري، ننتقده في لقطة الماتش، لكن ما نقعدش نمسك في لقطة خلاص نتكلم عنها ونحلبها. خلاص يا جدعان، نفسي حته الموف اون اللي عند الجمهور دي تبقى تيجي بقى، احنا نعمل موف اون بسرعه، خلاص لو حاسس خلاص نقلب، اقلب، مش هننسى، ما ننحيش تاريخ لاعب عشان خاطر لقطه. فعلي معلول واحد من قاده اللعيبه، او واحد من اكتر اللعيبه اللي عندها خبره، واحد من قاده النادي الاهلي حاليا، واحد من اكتر اللعيبه المميزه للاهلي، اللي ما كانش هو المميز اللي فيهم اكترهم، فمش هقلل منه طبعا. اخر نقطه هتكلم عنها هي نقطه تضايق الصراحه يعني، وهي نقطه تكسف، هي نقطه الجمهور. جمهور خلوا اللاعبين هم حسين الشحات وكهربا في اخر دقيقه، لاعبين قاعدين على الدكه، يا ريتهم لعيبه مثلا بيلعبوا في الملعب يروحوا الجمهور يعملوا لهم كده قدام اي كره ركنيه ولا اي كره تطلع بره يجيبوها يقوموا الجمهور. لاعبين قاعدين على الدكه يروحوا يقوموا الجمهور؟ ده ينفع ده يا جدعان؟ كام الف للوداد يبقوا قاعدين في المدرج يبقى صوتهم اعلى مني، اعلى من 80,000 واحد؟ تاني مره تحصل بعد ماتش الرجاء. ايه يا جدعان؟ ما هي لو كده ما نروحش احسن، ما تتعبش وقتك، لو حضرتك رايح تتفرج ما تتعبش وقتك وتضيع من وقتك ان انت تنزل تتفرج على الاهلي. طب ما تتفرج عليه في بيتك يا جدع في التكييف والدنيا حلوه، ليه تنزل وتروح من بدري وتتعب نفسك؟ لو احنا هنروح نتفرج، احنا الجمهور ناقصه لب ويقزقز ونتفرج على الماتش، خلاص ما نروحش نشجع. وانا مش عايز شماريخ ومش عايز تيفوهات ومش عايز حاجات، انا عايز واحد يشجع. وقت ما يخش فيا الجون ارجع اللعيبه تاني للماتش، ما اقعدش ماسك راسي واقلق واعمل، لا انت مش رايح تمسك لي في راسك، تمسك راسك لما تروح بيتك، لما وانت ماشي بعد ما الماتش يخلص. لكن طول ما 90 دقيقه شغاله انت هدفك ان انت تدعم اللعيبه بس. بعد الماتش ننتقد ونعمل كل حاجه ونمسك راسنا ونشوف كميه السيناريوهات والكلام ده كله، طول ما 90 دقيقه شغاله انت مفروض والجمهور المفروض يدعم لعيبته بس. مقارنه بس بسيطه، السنه اللي فاتت في سانتياغو برنابيو ريال مدريد ومانشستر سيتي في العوده بتاع دوري الابطال، ريال مدريد كان خسران الذهاب 4-3، رياض محرز جاب جون في العوده في الدقيقه 70، الجمهور بتاع سانتياغو برنابيو عمل ايه؟ سكت؟ لا، قعد يشجع في اللعيبه ويدعي في اللعيبه، ولما الحكم حسب 6 دقايق قعد يشجع في اللعيبه. ويا جدعان واحنا والله ما كنا خسرانين،
الاشكال اللي انا شايفها دي اشكال خسرانه. احنا والله العظيم ما كنا خسرانين، احنا كسبانين 2-1. اللعيبه شجعوا اللعيبه، ادعموا اللعيبه، ما تهدموش اللي عملوا اللعيبه، شجعوا اللعيبه. الحكم غلطان وفي غلطات على الحكم، طرد واضح، دي ما فيهاش كلام، ده طرد. انا ما حدش يقول لي قبل نص الملعب بكام متر ولا اي حاجه. انا رايح 2 على ما فيش، رايح 2 حسين الشحات وبيرسي تاو انفراد، دي كره جايه بايده، دي طرد. مش هكلمك على ضربه الجزاء اللي حسين الشحات زق فيها، انا هكلمك على اللقطه دي بس بتاعت الطرد. دي الطرد ما فيهاش كلام. والفار اشتغل في حاله واحده بتاعت الاهلي بس، بتاعت الكره لما جت في مهاجم الوداد، لما اتضحت ان هي جت في راسه، دي رحنا شفناها. لكن غير كده الفار اعمى، ما بنشوفش الفار. لكن انا مش هعمل المسؤوليه كلها على الحكم، لا، انا في تضييع فرص اقدر الومه، في تاخير تبديلات متاخره عن المدرب دي اقدر اتكلم عنها، في اكتر حاجه اتكلم عنها قبل ما اتكلم عن الحكم او انتقد الحكم. وفي جمهور انتقده، جمهور قاعد ساكت. طب انا بالله يعني ليه خلينا وعملنا هاشتاجات عشان خاطر الاستاد يبقى الساعه كلها مفتوحه والكلام ده؟ ليه عملنا كل الكلام ده؟ وليه حضرتك تتعب نفسك؟ والله حضرتك يعني على عيني وعلى راسي ان انت تروح الاستاد وتبقى موجود من بدري ومن صباحيه ربنا وبتضيع من وقتك، لكن حضرتك مش رايح عشان تتفرج. وحضرتك برضه احسن مني ان انت نزلت من بيتك ورحت شجعت الفرقه في وقت الفرقه محتاجاك، بس انت ما رحتش شجعت، انت ما عملتش اهم حاجه انت المفروض تعملها، انت ما رحتش شجعت. وقت ما بنجيب جون بنهيص، وقت ما الفرقه تبقى محتاجاني وانا دايما بنبقى قاعدين ساكتين ماسكين راسنا. ما ده مش تشجيع، ده مش تشجيع. اللي حصل من كام الف بتاع الوداد اللي هيحصل الماتش الجاي، ما استغلتش اكتر نقطه عندي اللي هي المفروض تديني نقطه الادفانتج، هي الجمهور، ما استفدتش بيه. لاعبين على الدكه هم اللي قوموا الجمهور في الاخر. يعني دي نقطه مستفزاني الصراحه. الجمهور فعلا بقى، يعني الواحد بيتمنى الاهلي يلعب ماتشاته من دون جمهور. طب ما اصل هي انت فاهم قصدي، فاهم انا بتكلم في ايه؟ ان هي طالما الجمهور رايح يتفرج ما بيشجعش. اول ما اللقطه تيجي علينا من مدرجات والكاميرا تيجي علينا، نمسك بقى التيشيرت ونبوس البادج بقى ونشاور ونعمل. غير كده احنا قاعدين سكم بكم زي الكراسي اللي احنا قاعدين عليها بالظبط. تشجيع في اول الماتش، بعد كده خلاص. وده مش دور الجمهور، دور الجمهور ان هو يساند وهو يدعم. وبس ده اللي كان عندي في مباراه الاهلي والوداد. مش ولا هزود كلمه ولا اقلل كلمه. بعتذر بس عن الحلقه جت متاخر، بس كان عندي امتحان بعد يوم الاثنين، فما عرفتش اتكلم عن المباراه بعدها على طول. واتمنى الحلقه تكون عجبت حضراتكم. كان معاكم احمد هاني، واشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.